السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وبأفضل صحة وحال ان شاء الله. النهاردة حبيت ان انا اشارك معاكم طريقة بسيطة لعمل كيك بيتي هش وخفيف بمكونات بسيطة خالص وبالخلاط. وقبل ما نبتدي اتمنى منكم دعم قناتي بعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نسمي الله ونبتدي بمكونات الكيك. في عندي هنا بيضة واحدة، وطبعا فانيليا. في عندي 175 جرام من السكر، 200 جرام من اللبن، 125 جرام من الزيت، 12 جرام من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من الكاكاو، و220 جرام من الدقيق. ودلوقتي حبايبي هحط في الخلاط اللبن، وهحط السكر، وهحط الزيت، وهحط الخل، وهحط البيض والفانيليا، وهضرب كل الحاجات دي كويس قوي مع بعض في الخلاط. وبعد ما نضربهم بالشكل ده هحط الدقيق والبيكنج باودر في بولة، وهضيف عليها الخليط اللي ضربته بالخلاط، واقلب بالمضرب اليدوي لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس قوي. وبعد كده هاخد معلقتين من الخليط بتاع الكيك وهقلب عليهم معلقة الكاكاو بالشكل ده كده. وبعد كده هصب بقية خليط الكيك في الصاج زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، وهزين الوش زي ما انتوا شايفين بخليط الكيك اللي اضفت له الكاكاو بالشكل ده كده. بعد كده هدخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة، لأنه سمك الكيك هنا صغير، مش كيك عالي يعني. طبعا الفرن بيبقى متسخن من قبلها زي أي كيك عادي. وده شكل الكيك بعد ما خرج من الفرن. هسيبه يبرد شوية، وبعد كده هقلبه بالشكل ده. هقسمه نصين بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. الكيك هش وطري قوي من جوه. وهحشيه مربى. هنا عندي مربى مشمش وكريم شانتيه بالشكل ده كده. بعد كده هقطعها قطع على حسب الحجم اللي انا عايزاه بالشكل ده. وده كان الشكل النهائي للكيك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك والشير علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين. وشكرا ليكم. دمتم في حفظ الله وامنه. فيكي كيتشن.